بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بيكم في رابع حلقة من كورس الأوبن شيفت أدمنستريشن. الحلقة اللي فاتت عرفنا ازاي مع بعض نعمل انستليشن للسي ار سي، وخلاص بدأنا نشتغل الشغل العملي وناخد العملي بتاع الكورس بتاعنا. ان شاء الله النهاردة هنبتدي نافيجيت مع بعض الويب كونسول بتاع الأوبن شيفت، ونعرف ازاي نقدر نستخدم الويب كونسول ان احنا نادمنستريت الأوبن شيفت كلاستر بتاعنا عن طريق الويب كونسول. طيب خلينا نعرف مع بعض ايه هو الويب كونسول. الويب كونسول هو عبارة عن واجهة رسومية او جي يو اي بنقدر نستخدمه عشان نمانج الكلاستر بتاعنا. بيكون عبارة عن بودز موجودة بيتحكم فيها اوبريتور اسمه الكونسول اوبريتور، او كلاستر اوبريتور اسمه الكونسول اوبريتور. وزي ما قلنا هو مجموعة بودز موجودة على الماستر نود. طيب خلينا نروح للتيرمينال بتاعتنا وخلينا نشوف هنستخدم التيرمينال بتاعتنا عشان نشوف بس الكريدنشالز بتاعت واللوجن بتاعت الكلاستر بتاعنا، ونجيب اليو ار ال اللي هنلوجن بيه على الويب كونسول بتاعنا. فخلينا نقول له crc console. مجرد ما بنقول له crc console داش داش credentials بيظهر لنا الكريدنشالز اللي احنا نقدر نستخدمها. فزي ما شفنا المرة اللي فاتت احنا بيبقى عندنا تو credentials، واحدة لديفلوبر وده بيبقى regular user، والتانية الكلاستر ادمن وده اللي بيكون الكيوب ادمن اللي عندنا، سوري، وده اللي هو الكيوب ادمن. فده اليوزر نيم ما هو بتاع الكيوب ادمن وبتاع الادمنستريتور، وده الباسورد بتاعه. طيب عشان بما اننا بنستخدم سي ار سي برضو عشان نفتح الكونسول هنقول له سي ار سي كونسول، هيفتحه لنا على طول في الديفولت براوزر عندنا. تمام كده فتح معانا. طيب عشان نعمل لوجن يا اما هنعمل لوجن بالديفلوبر اكونت. تعالى هو كان الباسورد بتاعه ديفلوبر برضو. اوكي اعمل له سيف. طيب كده بعد ما عملنا لوجن ظهرت عندنا ان هو بيقول لنا ان هو هيدينا تور في الجي يو اي، ممكن نقول له سكيب تور. طيب هنا بعد ما عملنا لوجن بالديفلوبر بيكون عندنا اكتر من فيو، بيكون عندنا الادمنستريتور فيو والديفلوبر فيو. خلينا نكمل في الديفلوبر فيو. الديفلوبر فيو بيبقى عندنا ان احنا نقدر نضيف بروجكت لو احنا عايزين نضيف بروجكت، عايزين نشوف التوبولوجي دي لو احنا عاملين ديبلويمنت لاكتر من بود او اكتر من ديبلويمنت نقدر نشوفهم. observe لو انا عندي عايز اشوف ماتريكس، بس احنا في الكلاستر بتاعنا ده احنا كنا قافلين الماتريكس عشان ما تستهلكش من الريسورسز بتاعت السي ار سي. لو عايزين نسيرش على ريسورسز فهي بيكون الديفلوبر فيو ده مخصص للديفلوبرز ان هم يشوفوا الابلكيشن يتحكموا في الابلكيشن بتاعهم. الادمنستريشن فيو ان هو الديفلوبر يقدر يادمنستريت او يكون سيلف بروفيجنر، ودي حاجه هنتكلم عليها قدام في الار باك او الرول اكسس بيز. ان هو هيكون سيلف بروفيجنر ان هو يقدر يكريت بروجكت لنفسه ويحط فيه الريسورسز اللي هو محتاجها او يبيلد الريسورسز بتاعته جوه البروجكت ده. يقدر يشوف الاوبريتورز اللي معمول لها انستليشن ليه وللبروجكت بتاعه. يقدر يشوف الورك لودز اللي عنده، الورك لودز انواع الورك لودز هنتكلم عنها بالتفصيل، البودز، الديبلويمنتس، ممكن نيجنور الديبلويمنت كونفيجز دلوقتي، الستيتفول سيت، السيكريتس، الكونفيج مابس، الجوب والكرون جوب، الديمون سيت والريبليكا سيتس. كل دي ريسورسز واوبجكتس نقدر نكريتها في الاوبن شيفت كلاستر بتاعنا. في النتوركينج هنشوف السيرفيسز اللي بتدينا سنجل اي بي لمالتيبل اوف بودز، هنشوف الراوتس اللي تخلينا نقدر ان احنا نكسبوز الابلكيشن بتاعنا خارج اطار الاوبن شيفت بتاعنا. الانجريس وازاي نعمل انجريس اوبجكت عندنا. تعال نشوف الستورج، وهنشوف هنا بما اننا ديفلوبر ويوزر عادي هنشوف حاجه اسمها البي في سي او البيرزيستنت فوليوم كليمز، مش هنقدر نشوف البي في.
ده هنتكلم عليه في الجزء اللي هنشرح فيه الستورج، هنشوف حاجة اسمها storage classes. اليوزر مانجمنت لو احنا هنعرف حاجة اسمها الرولز والرول بايندنج. الادمنستريشن للبروجيكتس بتاعتنا، وازاي نعمل كوتا للبروجيكت وريسورس كوتا للبروجيكت، ازاي نعمل ليميت رينجز. فكل دي حاجات موجودة عندنا في الواجهة بتاعة الديفلوبر. طب تعالى نخرج من الديفلوبر ونشوف الادمنستريتور بيقدر يشوف ايه. فتعالى ناخد الكريدنشال بتاعة الادمنستريتور اللي هو الكيوب ادمن. طيب هنا خلينا نروح على الكيوب ادمن او الادمنستريتور. هنا لما هندخل على الادمنستريتور برضو عندنا تو فيوز. عندنا الادمنستريتور فيو، وهو طبعا ممكن يشتغل as a developer. فعنده الفيو بتاع الديفلوبر ان هو ياد بروجيكتس وياد الورك لودز بتاعته على البروجكت. بس احنا اللي يهمنا في الكيوب ادمن او في الادمنستريتور او الكلاستر ادمنستريتور، يعني ان هو يقدر يعمل ايه في الكلاستر. خلينا نشوف اول حاجة بتظهر له از ادمنستريتور في الهوم. هو قادر يشوف كل حاجة خاصة بالكلاستر بتاعه. فقادرين نشوف مثلا ال open shift version اللي احنا موجودين عليها. احنا هنا انا كلاستر ادمن، اقدر اعمل اي حاجة في الكلاستر. انا سوبر يوزر على الكلاستر. هنا هيختلف بقى الفيو في الاوبريتورز، هيبقى ظاهر لي الاوبريتور هاب، اقدر انستول نيو اوبريتور. هنعرف يعني ايه اوبريتورز قدام. هنا الورك لود بتاعي نفس الورك لودز اللي شفناها في البرسبكتيف بتاع الديفلوبر. هنا النتوركينج عندي السيرفيسز، اقدر بقى كرييت سيرفيس، اكرييت راوت. عندي الستورج هنا هنا لو خدنا بالنا في الستورج ظهر لنا انواع جديده من الستورج، او ظهر لنا اوبجكتس جديده في الستورج ما كانتش ظاهره للريجولار يوزر اللي هو كان الديفلوبر، اللي هي مثلا البرزيستنت فوليومز. طيب بعد كده الكمبيوت، نقدر نشوف النودز اللي عندنا اللي بتقوم لنا الكلاستر. احنا هنا سي ار سي، فعندنا وان نود اللي هي اسمها سي ار سي، ونشوف الستاتس بتاعتها ان هي هيلثي. نقدر برضو نعمل يوزر مانجمنت، نضيف يوزرز، نضيف جروبس. هو هنا فعليا انا مش بضيف يوزرز، هنعرف قدام احنا ممكن نضيف يوزرز ازاي. احنا الحاجة الوحيدة اللي بنقدر نضيفها في الكوبرنيتس كلاستر تمام هي السيرفيس اكونت. هو ده اللي نقدر نعمل له كرييت. طبعا بما اننا ادمنز فكل دي سيرفيس اكونتس معمول لها كرييت عشان تمانج الكلاستر بتاعنا. زي اليوزرز احنا هنا دول التو يوزرز بتوعنا الديفلوبر والكيوب ادمن، وهنعرف قدام لما هنضيف بروفايدر او ايدنتيتي بروفايدر للكلاستر بتاعنا ازاي نعمل او نضيف يوزرز. تمام. وفي الادمنستريشن ظهر لنا شوية حاجات كتير منها الكلاستر سيتنجز لو احنا عايزين نعمل ابديت او ابجريد للكلاستر بتاعنا، وهنتعلم ده في اخر الكورس بتاعنا ان شاء الله. برضو نقدر النيم سبيسز، نتحكم في النيم سبيسز بتاعتنا ونشوف ايه النيم سبيسز اللي موجودة ونعمل كرييت لنيم سبيس جديد. زي ما قلنا الريسورس كوتا. طيب حاجة مهمة عشان نكون عارفينها لو احنا بنشتغل على الاوبن شيفت بس مش سي ار سي واحنا بنشتغل باو سي. طيب انا اللي يهمني دلوقتي ان انا عايز اوصل لليو ار ال بتاع الكونسول عن طريق الاو سي كوماند. فاحنا عندنا طريقتين. اول طريقة هنقول له او سي who am I، بعد كده هنقول له show dash اسف هي المفروض هو am I داش داش show داش كونسول. فهنا ظهر لنا اليو ار ال بتاع الكونسول بتاعنا. او الطريقة التانية ان احنا هنقول له او سي get وظهر لي الراوتس دي هي اللي بتكسبوز الديبلويمنتس اللي موجودة جوه الكونسول. طيب بما اننا عايزين نوصل للكونسول فهنقول له اوسي جيت راوتس اللي موجودة في النيم سبيس اللي اسمه اوبن شيفت
داش كونسول سوري اوبن شيفت. تمام، فهيظهر لنا الراوت بتاع الكونسول اهو. هنلاقيه نفس اليو ار ال اللي ظهر لنا هنا، وهو ده اليو ار ال اللي احنا هناخده لو خدناه كده كوبي وقلنا له هنا https وحطينا بيست، وبكده هنلاقيه ودانا على الكونسول بتاع الكلاستر بتاعنا. طيب حاجة لازم بس تكون مخلي بالك منها، ان رغم ان الويب كونسول هو واجهة سريعة وسهلة وان احنا نقدر نستخدمها بسهولة، بس احنا مفيش غنى عن ال CLI وان احنا نستخدم ال CLI، لان ال CLI هيسهل علينا ان احنا نقدر بعد كده نقدر ننتجريته مع الاوتوميشن تولز، ونقدر نعمل اوتوميشن للتاسكات اللي احنا عايزين نعملها على الاوبن شيفت كلاستر بتاعنا. ان شاء الله في الحلقة الجاية هنشرح ازاي نستخدم السي ال اي عشان نعمل مانج للكلاستر بتاعنا، ونستعد مع بعض ان شاء الله ان احنا نكمل في رحلتنا ان احنا نجتاز امتحان الاي اكس 280 للاوبن شيفت ادمنستريشن. شكرا لمتابعتكم، وما تنسوش تشوفوا باقي الحلقات، ويا ريت لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وسبسكرايب وتعملوا شير عشان نفيد اكبر عدد ممكن ان شاء الله. السلام عليكم واشوفكم الحلقة الجاية.